كباتن، تحية لجميع المشاهدين. ما في شك يعني الإعلام العماني يعني تكلم على بعض المباريات اللي صار بها لغط من الجانب التحكيمي. يعني هذه مسألة عادية أستاذ حسن، لكن بصورة عامة يعني الإعلام العماني دائما يكون كلامه مختص في ما حصل للمنتخب العماني. يعني مثل ما تعرف أنت، كانوا يبنون آمال كبيرة على مشاركتهم هذه البطولة بعد الاستعداد الكبير، وبالتالي الفريق خرج من البطولة، وبالتالي القسط الأكبر من الكلام اللي على بطولة آسيا يتكلمون به على المنتخب العماني وما حصل للمنتخب العماني. لكن بصورة عامة أستاذ حسن، يعني نعم في لغط على التحكيم، يعني في أكثر من مباراة، نعم، لكن هذا يحصل في أي بطولة أستاذ حسن. لكنه إذا نتكلم على ما حصل مع الفريق القطري، يمكن أنا واحد من الناس سألتني بحلقة سابقة وقلت لك الفريق القطري ما قدم المستوى المطلوب اللي ممكن يشفع له انه ممكن يكون بطل للبطوله في مباراه المجموعات. القرعه لخدمته، لعب دور 16 مع الفريق الفلسطيني، فاز في ضربات الجزاء مع اوزبكستان في اوقات كثيره. اوزبكستان كان ممكن تنهي المباراه، لكنه اذا نتكلم بانصاف بعيد عن اللغط التحكيمي في المباراه مع ايران، اعتقد انه الفريق القطري لعب بروحيه عاليه، قاتل في سبيل الفوز، خلق فرص، سجل اهداف ملعوبه، وبالتالي يعني لكل مجتهد نصيب. يعني انا اعتقد يعني هذه المباراه يعني ظهرت لك اللاعبين اللي يعملوا لك فارق. يعني ليش دائما نتكلم نعيب على هاي الهاله الاعلاميه اللي تتكلم عن لاعبينا وبعض اللاعبين انه لاعبين